تفتكر الذكاء الاصطناعي هيخطف شغل المبرمجين؟ يمكن، لكن قبل ما تجاوب اسمع القصة دي. في القرن ال19 لما ماكينة الخياطة ظهرت لأول مرة، ناس كتير قالت الخياطين انتهوا، وكان في خياطين فعلا سابوا الشغل لأنهم اعتقدوا إن الماكينة هتعمل كل حاجة بدلهم. لكن حصل شيء غريب، الخياط اللي قرر يتعلم الماكينة بقى يشتغل أسرع وينتج أكتر ويكسب أكتر. أما اللي فضل يقول دي ملهاش لازمة هو اللي اختفى مع الوقت. والنهاردة التاريخ ممكن يكون بيكرر نفسه. في ناس شايفة إن تشات جي بي تي وكوبي بلايت وغيرهم هيقضوا على المبرمجين، وفي ناس تانية بدأت تتعلم إزاي تستخدمهم عشان تكتب كود أسرع، تكتشف الأخطاء وتوفر وقتها للحاجات الأصعب. خليني أسألك سؤال، لو فيه مبرمجين بنفس المستوى، واحد بيستخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء والتاني رافض يستخدمه تماماً، بعد 5 سنين مين تتوقع تكون فرصة أكبر؟ الحقيقة إن التاريخ بيقول حاجة مهمة جداً، التكنولوجيا نادراً ما تستبدل الإنسان مباشرة، لكنها كثيراً ما تستبدل الإنسان الذي يرفض أن يتطور. فيمكن السؤال الحقيقي مش هل الذكاء الاصطناعي هيستبدل المبرمجين؟ السؤال هو هل أنت هتتعلم تستخدمه ولا هتسيبه يستخدمه غيرك؟ اكتب رأيك في التعليقات، هل الذكاء الاصطناعي فرصة ولا تهديد؟